البط والحازي في الصيفي بتبلش هجرته من أول شهر أيلول. من بيصير في عاصفة، يعني الموج البحر بيعلى وبيصير في عاصفة، ما عاد يقدر يضل، بده يهاجر. نحن أثناء ما بيكون في عاصفة، أثناء ما عاد في ضوء قمر بالليل كمان ما بيمشي الخرج، بيخاف من طيور الجارحة. طيور الجارحة بتشوفه. عم نحكي هذا الحكي البط والحازي في الصيفي بتبلش هجرته من أول شهر أيلول حتى آخر شهر تشرين الثاني. بتتم هجرته خلال الليل. الخرج بيمشي بالليل، أكيد عبر البحر. شو هي كيف طريقة صيده؟ طريقة صيده أول شي يعني بيكون الخرج بكثافة بالليل، بالنهار ما بيمرق، يعني بضل حتى ساعات قليلة من الصبح، يعني للساعة أكتر شي الساعة 9. وعند المساء يعني قبل الغروب ببلش الخرج يمشي. وخلال الليل مثل ما حكينا. ليش ما بيهاجر بالنهار ووقتها بيكون في ضوء قمر بالليل كمان ما بيمشي الخرج؟ بيخاف من طيور الجارحة. طيور الجارحة بتشوفه. عم نحكي هذا الحكي عن تجربة، عن تجربة. مو بس أنا، كتير أنا بس التقي بصياد عنده خبرة، أول ما بسأله عن هذا الموضوع يعني بلاقي انه مثل ما عم يصير معي عم يصير معه هو. كيف طريقة صيده؟ مثل هاي البركة اذا في مجسمات بلاستيك، بنحط المجسمات بطريقة هيك، يعني مثل ما انت تكون واقف مثلا وتمد ايديك بهي الطريقة. ليه؟ بنخلي بين المجسمات البلاستيك فراغ مشان الرف يحط يعني بيناتهم ويكون واضح علينا. مع انه ليش؟ لانه بالليل بيضيع، بس بتضيع بينه وبين المجسمات البلاستيك مشان تعرف بالضبط. بينحطوا بشكل انه مثل كأنك مادد ايديك، يعني حبل هيك وحبل هيك بهي الطريقة، مثل ما حكينا بالفيديوهات السابقة. اكيد بده يكون في كمين، تياب موها، وفي كمين قوي، لانه هو البط والحاذف بيشوف بالليل. يعني لو ما بيشوف بالليل ما بيمشي بالليل، بيشوف بالليل بشكل واضح كتير. مشان هيك يعني بدك تعمل كمين مثل كأنك بالنهار، مثل كأنه عم تصيد بالنهار. نفس الشي نحن ليش بنعمل المروط تبعنا عبرك المي؟ لانه بيكون المي قليلة، مو مثل فصل الشتاء. يعني بالصيف المي قليلة، هو بيطلع من البحر وبيبعد مسافة عن البحر. بصير اذا شاف اي مي، خصوصا اذا في مجسمات بلاستيك وفي صوت شغال، يعني رح ينزل رأسا. وما في حاجة احيانا، يعني اذا بركة مي واضحة وحلوة لإله وفي قصب حواليها بهالشكل هذا هيك، يعني رح ينزل عليها دغري من دون صوت ومن دون مجسمات بلاستيك. بس نحن لما الواحد بده ينزل على الصيد بده يتعب وهيك بياخد احتياطاته كلها. بس هو بيفرق عن البط والحازف الشتوي بقصة المي، لانه بالشتي بيكون في مي، كيف ما نمشى بيلاقي مي، بتكون الاراضي مرومة، بيكون يعني الخلجان والسواقي فيها مي. بس بالصيف لا. في شغلة يعني في كتير ناس ما عندها خبرة فيها. البط بالليل وقت يعني بيجوع بده ياكل، البط بيلحق الأراضي اللي فيها مثلا حبوب قمح، ذرة، هيك شي حمص. يعني لو ما في مي بيغط وبيصير يرعى، يعني قليل لحدا يصدف هيك انه كيف رف بط او حازف غاطت هون وما في مي. هو بيشوف انه هون في اكل لإله، بينزل بياكل وبيرجع بينطلق. بس اكتر شي هو بيرغب لما بيشوف المي، خصوصا البرك اللي ما بتكون غميقة.
يعني البرك اللي بتكون ارتفاع المي فيها 25 سنت 30 سنت هيك اكتر شوي اقل شوي هيك بينزل فيها. وصيد البط والحازف الصيفي اسهل من صيد البط والحازف الشتوي. يعني انا جربت هالشي، بيطحش، يعني بيطحش ما بتفرق معه. البط والحازف الصيفي بيطحش ما بتفرق معه، غير البط والحازف الشتوي. الحازف الشتوي والبط الشتوي منكح اكتر، يعني منكح بالصيد، بيتدلل لانه بيلاقي كيف من مشى مي وهيك ما بيقارب. بس الصيفي البط والحازف الصيفي يعني بس تكون مشغل له مخبى حالك ما بيتردد ابدا، بيجي الرف وبينزل دغري بالبركة رأسا. يعني انا عم احكي هذا الحكي عن تجربة. بنيجي على البط والحازف الشتوي. البط والحازف الشتوي يعني مثل نفس الطريقة، يعني بيطلع عبر البحار. بس شو اللي بيفرق؟ اللي بيفرق هو بيلاقي اكل بالبحر، يعني بيضل على اطراف البحار، يعني على شط البحر. آه بيكون البحر هادي. ايمت بيتحرك الخرج غصب عنه، بده يتحرك لما بيصير في عاصفة. يعني الموج البحر بيعلى وبيصير في عاصفة، ما عاد يقدر يضل، بده يهاجر. نحن اثناء ما بيكون في عاصفة، اثناء ما عم ينزل الشتي، بتلاقي عم يمرق الخرج. يعني في كتير ناس بتنزل بهذا الوقت تحت الشتي بتقوس، لانه بيكون عم ينزل عم يمرق الخرج بهذا الوقت. بضل هيك مثل ما حكينا انه خرج بيمرق اكتر شي بالليل. يعني في ناس بتروح على الشفق يعني على المبيت، بيضل للساعة 6 7 8 حسب. بيقوس. في ناس بتسهر كل الليل، في ناس بتروح الصبح بكير. يعني كله ماشي حاله. بس اكيد اللي بيروح بياخد عدته من عشية للصبح بيقوس اكتر. بس مجربينا انه وقت اللي بيكون في ضوء قمر، لو في سقعة وفي هوا وهيك بيكون في ضوء قمر، ما بيمرق. ما بيمرق الطير، كأنه الطير بيخنط بمحله. يعني بيخاف من طيور الجارحة مثل ما حكينا. بيضل هيك لشهر تشرين، عفوا لشهر شباط. وبشهر شباط بصير البط يخلجن. عنا بنقول انه البط يعني بصير يخلجن. بشهر شباط بتدفى الارض، بصير بده يتجاوز. بتلاقي ذكر وانتاي بالخليج، يعني بتدور بالخلجان اللي هيك فيها قصب وفيها مي، يعني فيها هيك عشب، ما بتحس الا بفز ذكر وانتاي من قدامك. هيك يعني هيك يعني نحن ببلادنا. يعني بعتقد ببلاد تانية بيكون نفس الشي، يعني بمنطقتنا. بنيجي على شغلي انه بالخرطوشة. الخرطوشة بالصيف، يعني انا عن تجربة عم احكي 28 جرام تمام. يعني خفيفة، خرطوشة خفيفة. ليش؟ لانه بيكون الطقس دافي ومنيحة، والخردق الناعم بيناسب اكتر من الخردق الخشن. بالشتوية لا، يعني الواحد بيقوس اقل شي 36 جرام. ليش؟ لانه اكيد البط ما بيقارب، البط والحازف الشتوي ما بيقارب كتير. بنفس الوقت بيكون الطقس ساقعة، يعني بيكون 36 جرام لحتى يعني تجيب المجال. اكتر الاوقات يعني بيمرقوا بعيد. عم بحكي هذا الحكي عن تجربة انا.